قدرات اللعيبه هي اللي هتحسب وخاصه في قلبي الدفاع. بس نعم. هشام مصطفى في الحاله الدفاعيه بالنسبه لفريق نصر التعدين بيرجع خامس مع احمد اسماعيل واحمد عبد الموجود واسلام صيام وحسام عبد الصبور. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، تعليقك على مستوى ايمن حفني وشيكابالا في الشوط الاول. لا، انا لما حاجه اتكلم على النصر التعدين اتكلم بشكل عام على ان هم يهاجموا نادي الزمالك من البدايه، وده طبيعي لان هو ما فيش حاجه يبكي عليها. هو عارف ان هو ممكن بنسبه كبيره هيهزم في اللقاء. هو استفاد من عمليه التهاون من لاعبي نادي الزمالك وخصوصا في خط الظهر، بيلعبوا بشكل في نوع من التهاون. النصر التعدين وصل في ال 18 كان ممكن يسبب مشاكل يعني. فالمفروض ان على لاعبي نادي الزمالك انه يكون في احترام لامكانيات فريق يوصل وانت اعلى منهم فنيا وعندك قدرات اكتر منهم، لكن كره القدم ما بتعترفش الا بالجهد اللي جوه الملعب. صحيح. طبعا النصر التعدين بيحاول على قد الامكانيات اللي موجوده عنده وعند لعيبته مع احترام الكامل ليهم، محاولاتهم يعني بعيده عن الايجابيه الا من اخطاء لاعبين الزمالك. يعني اللي هيعمله النصر التعدين هيحقق. نادي الزمالك لما بيشتغل في بدايه اللقاء كان في عمليه ضغط على مدافعي ولاعبي النصر التعدين، قدر ان هو يوصل من داخل منطقته. لازم يبقى عنده نوع من التنوع في الهجمات. هو دلوقتي مصمم ان هو يخش من القلب، يعني بيحاول من ستانلي يوصل للعمق. ضربتين الجزاء، ضربه الجزاء الاولى طبعا هي ضربه جزاء صحيحه لان الايد هي اللي راحت للكوره مش العكس. على ستانلي وتعامل مع اللاعب مش مع الكوره لان الكوره كانت عدته. والهدف التسلل ولا صحيح؟ الهدف يعني بص، هي لازم تتجاب صح. هل هو مشارك ستانلي في الكوره ولا لا؟ لان الكوره كانت داخله الجون والحارس ما كانش هيقدر يوصل لها. لكن هل هو مشارك؟ هل هو لمس الكوره؟ هل هو حجب الرؤيه عن ستانلي؟ هي دي الحاجات اللي لازم تحكيميا يعني يتعامل